انت فاكرة ان انت بتبعتي له هو بس، يعني انت ست متجوزة وبتتواصلي مع واحد، في علاقة بينك وبين واحد، فبتبعتي له صورك، بتبعتي له فيديوهات، بتتصلي بيه، شات بينكم معفن وزي الزفت، بتتقابلوا. انت فاكرة ان هو بس اللي عارف، والحقيقة ان هو شير مع اصحابه كل صورك وفيديوهاتك وكلامك مع اصحابه. يعني أنا جالي شاب كان عايش في اوروبا بقاله فترة طويلة، وكان بيعمل فيزا لأمريكا، قعد الورق اتأخر معاه، فقعد كام شهر في مصر، رجع لأصحابه بتوع الجامعة يعني وبقى مندمج معاهم. فبيقول لي من ضمن الحاجات اللي هم قاعدين بيتكلموا فيها إن في واحد منهم، واحدة بتبعت له صور وفيديوهات ومتجوزة وبتاع. فلما عرفت القصة بيقول لي أنا مبقتش أنام، أنا بقى قلبي موجوع جدا على جوزها. يعني إزاي أنت متجوزة وبتعملي كده في جوزك؟ يعني فقعد يتطقص يعني ويعرف لما عرف جوزها نفس المحيط الاجتماعي، قريبين من بعض يعني. قال لي انسان شكله محترم جدا، و يعني ومعاه فلوس وحياته كويسة. بيقول لي انا في ايام كنت بقعد اعيط مع نفسي من الموقف ده. ازاي ده في اوروبا ناس مش مسلمين، مش مالهمش دين يعني، بس مش كده يعني. بيقول لي مع فظاعة الناس هناك، وان كل حاجة مباحة ومتاحة، في ناس بتحافظ على نفسها سواء بنت او راجل يعني. فكان عايزني اكلمها، اتصل بقى، قلت له ما اقدرش اعمل حاجه زي كده يعني. آه، ممكن يعني تعمل اكونت فيك تبعت لها ان انت بتتكلمي مع فلان وفلان، وممكن الصور بتاعتك تنتشر، ويا ريت تحافظ على نفسك وخلاص. انما ان حد يروح يكلمها ممكن ترمي بلاها عليه يعني. فبقول لو انت واحده عاقله، لو عندك دماغ وبتفكري، آه، انت عندك شرف وعفة، انت اتخليتي عنهم واتنازلت عنهم لواحد تاني، هل بتعتقدي ان الواحد التاني ده هيحافظ على شرفك اكتر منك؟ يعني هيحافظ على صورك وفيديوهاتك ومكالماتك اكتر منك؟ طب ما اكيد الصحاب بقى بيحبوا يتفاخروا بقى، اللي في المجتمع ده بيحبوا بقى ان انا اعرف فلانة وفلانة وفلانة، وبعمل وبخلي وبسوي وبروح وباجي وبطلع وانزل. فخليك عاقلة، حافظ على نفسك. ليه جوزك يبقى ماشي في وسط الناس كده، الناس بتبصله هتبصله ازاي؟ وهيبصولك انت ازاي؟ ولو فاكرة ان انت ممكن يعني تحافظ على نفسك للابد فانت واهمة. كل يوم ناس بتقع وبيحصل لهم مشاكل. فياريت يعني نرجع من قريب قبل ما يحصل مشكلة والناس تسمع بيكم ويبقى في يعني فضايح. ربنا يحفظكم ويستركم ويهديكم ويصلح قلوبكم، اللهم امين.